الاهلي في النهائي للمره الرابعه على التوالي وللمره 16 في تاريخه. فانت بتتكلم ان ده اكتر فريق بيوصل النهائي، فطبيعي هو هيبقى اكتر فريق بياخد البطوله. بس الاهلي جامد قوي 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 قوي، والنهارده كان جامد اكتر من اللازم. كولر النهارده يا جماعه كان راجل هادي ورايق وساق الماتش للسكه اللي هو عايزها. انا مش هتكلم عن ال3-0، خلاص ال3-0 دي راحت مطرح ما راحت. خلينا نتكلم على ماتش النهارده. انت النهارده بتتكلم ان الاهلي نازل وهو عارف ان دي فرقه نازله عايزه تستحوذ، عايزه تعمل ريمونتادا، عايزه تجيب 3-4 تجوان عشان تصعد. يقوم الاهلي عامل ايه؟ يقوم الاهلي نازل مستحوذ اول 10 دقائق واخد الكوره وهاجم. فانت من الاخر كده بتقول لكم انتوا مالكوش حاجه عندي. استحواذ، تمريرات من رجل لرجل، وسط ملعب. انت كان عندك ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه، هم قافلين الملعب قافلينه. بلس بقى ان انت بتعمل ايه؟ انت بتلعب ضغط عالي، انت ما بتلعبش اللي هو هجمه مرتده وبتدافع والجو الفاضي ده، لا لا لا. انت مقرب الثلاث خطوط من بعض، دفاع وسط هجوم، الثلاثه مسافاتهم قريبه من بعض، والثلاثه في وسط ملعب الترجي. مفيش مسافات تخليهم يعزلوك. يعني هم لما حبوا في الترجي يلعبوا ضغط عالي علينا في الشوط الثاني، الهجوم ووسط الملعب كانوا قريبين قوي من بعض والدفاع كان بعيد. فانت عملت فيهم ايه؟ انت بقيت ترجع انت تاخد الكوره وتلبهم واحده قطريه او واحده بالطول، تقوم ضارب الملعب وواخدها وطالع قدام، شكرا. لكن انت قفلت عليهم الملعب، ضيقت عليهم المساحات، زنقتهم في وسط ملعبهم. فانت الشوط الاول كله انت بتهاجم، بتضغط، بتستخلص الكوره. خلينا بقى نكمل. انت بتتكلم استحواذ اول 10 دقائق، خدت الكوره، تمريرات من رجل لرجل. وانت لما بتيجي تستلم، بص بقى استلام لعيبه الاهلي النهارده كان عامل ازاي. لعيبه الاهلي ما بتستلمش وهي وشها لجونها. يعني انا ممكن اقف وشي للجون بتاعي واستلم الكوره، فعلى ما الف واخد وقتي وارفع راسي اتفرج مين يميني ومين شمالي يكون الضغط عليا. لعيبه الاهلي النهارده بتستلم وظهرها لجونها، هي بتستلم وتطلع لقدام، خطوطهم قريبه، هجمه بتيجي عليك على طول انت بتقطعها وبتقلبها. تحويل ملعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين عالي جدا جدا جدا. اتفرج بقى النهارده على بيرسي تاو وحسين الشحات كانوا بيعملوا ايه. الاتنين دول النهارده كانوا هم المهاجمين. وبص كده على كهربا النهارده كان وظيفته انه واخد، مش هقول لك بقى مهاجم وهمي لان هو كان جوه المنطقه وما كانش راجع ورا، بس كهربا النهارده كان واخد المدافعين وبياكلهم فشار وبطاطا. ومين اللي بيهاجم؟ بيرسي تاو، حسين الشحات. فانت كنت بتلعب بالطريقه دي. تعال بقى ارجع ورا سنه. انت وصلت لمرحله ان الباكات بتوعك محمد هاني مثلا وعلي معلول، الاثنين النهارده كانوا بيلعبوا وينجات. هم وصلوا لمرحله ان خلاص انت في وسط ملعب الترجي محزمهم. ولما هم بقى طبعا جه فيهم الجون، كل سنه واحنا طيبين، نفسيتهم بقت في الارض. هنا بقى ممكن واحد ملوش في الكوره قوي يقول لك ايه، خش اقضي عليهم، جوارديولا التيكي تاكا، هات التاني والتالت. لا لا، الراجل واقعي جدا. الراجل بعد ما جاب الجون فضل مستحوذ على نص الملعب، الكوره من رجل لرجل ما بيفقدهاش. الشوط الثاني بدأنا بقى معلم. في الشوط الثاني الاهلي بيلعب بيدافع سنه، الترجي هو اللي بيهاجم، بس الترجي هجومه، الترجي ما شاطش على الجون شوطه. اللي حصل بقى في الشوط الثاني كان عالي قوي على الترجي. رقم واحد، انت ما هاجمتش في الشوط الثاني، انت استحوذت على الكوره وعلى وسط الملعب في الشوط الثاني، وفي نفس الوقت كوره من رجل لرجل وما بتفقدهاش. يا جماعه احنا فضلنا في لقطه من اللقطات 13 دقيقه الكوره جوه الملعب ما بتخرجش، ما عملتش فاول. 13 دقيقه بتباصي، الكوره ممكن تتقطع منك وترجع لك تاني بعد مثلا 17 18 نقله، ترجع لك تاني نقلتين تتقطع من ديانج وترجع. فطول الشوط، اول جزء الشوط الثاني على فكره اتقسم على 3 اجزاء، من اول الشوط الثاني لحد الدقيقه 72، ومن الدقيقه 72 للدقيقه 83، ومن الدقيقه 83 لاخر الماتش. الجزء الاول في الشوط الثاني انت سايب لهم الكوره بس استحواذ سلبي، هم عمالين يلعبوا في وسط ملعبهم، يعدوا وسط ملعبك تاخد منهم الكوره صباح الفل زي السلام عليكم كده، تاخد الكوره وترد تاني. هل انت بقى عندك نفس الشراسه الهجوميه؟ لا.
فاول ما كولر جه على الدقيقه 72 لقى ان احنا مستحوذين وما عندناش شراسه هجوميه ترجعنا تاني نجيب جون، قام عامل 3 تغييرات معلمه. شد قفشه من وسط شد حمدي فتحي من وسط الملعب لانه كان تعب. ليه؟ الواد كان عمال يلعب رايح جاي، يهاجم ويدافع يهاجم ويدافع، الواد اتنفخ. شده، وطبعا اليو ديانج اجمد منه بدنيا فساب ديانج وقام منزل قفشه. ليه؟ قفشه راجل هجومي اكتر، فيقدر ان هو يهجم وياخد الكوره ويستغل المساحات اللي بقت موجوده. ليه؟ لان هم خلاص بقوا رايحين على وسط ملعبك، ففي مساحه فاضيه ورا، هم ما عندهمش حاجه يخسروها ولا يكسبوها، هي كانت خلاص. انت عارف انت نظريه الاعور، ادوا الاعور على عينه. تاني حاجه شد بيرسي تاو اللي خلاص خلص بنزين ونزل طاهر. طاهر اصلا نازل مخلص بنزين، فهي كده كده الناحيه اليمين كانت باظت، وطاهر ما بقاش عارف هو يمين ولا شمال، وشويه يروح يمين وشويه يجي شمال، ويعني على باب الله. وعبد القادر مكان حسين الشحات. عبد القادر ده معمول له سحر تقريبا، راجل اتحول من احسن واحد حريف في الاهلي، احسن راجل بيقدر يستخلص يعمل مراوغه بالكوره ويعدي، لواحد حنتريشي بياخد الكوره ويلف حوالين نفسه زي احمد حسن زمان كده، ويخش بالكوره ويرجع تاني ويكسر. بس على الاقل انت كان الهدف ان انت تصحي الناحيه دي مع علي معلول وتبدا مستحوذ على الكوره وتبدا تعمل هجمات تاني من ناحيه الشمال، وده اللي حصل على فكره. فضلنا كده لحد ما الاستحواذ اللي كان مع الترجي رجع لنا. الكلام ده من الدقيقه 72 لحد الدقيقه 82. الدقيقه 82 انت قررت هنا، كولر قرر انه يموت اللعب. قام شدد مين؟ شد معلول اللي هو اللي مجري لك الناحيه الشمال، وشد مروان عطيه ونزل مكانهم عمرو السوليه، فانت بتزود في وسط الملعب. وخالد ابراهيم، ما اعرفش مين خالد ابراهيم ده. في اللقطه دي خلاص الدنيا ماتت، وبان قوي 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 في الجزء الاخير في الماتش. الاهلي بقى كعوب ولعب وترقيص، وعبد القادر خد له كام واحده، والهجمه الاخيره اللي لو كانت جت جون كان هيبقى احلى جون في البطوله. لحد ما الدقيقه 90 جت، حكم صفر، شكرا، الاهلي في النهائي. وانا بقول لكم احنا اتقابلنا هنا لو انتوا فاكرين ساعه لما الاهلي غلب الهلال وصعد، قلت لكم الاهلي هيصعد النهائي وهناخد البطوله دي. فالبطوله دي بطوله الاهلي ورهان، وانا بفكركم